السلام عليكم متابعين الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا هنتكلم مع بعض عن احتفالات مصر بعيد الاضحى المبارك ايام زمان. تعال اقول لكم ازاي المصريين ايام زمان كانوا بيحتفلوا بعيد الاضحى المبارك. لازم كلنا نعرف ان كان في احتفال موجود من ايام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بس هو ما عادش موجود دلوقتي، وده لان تم وقفه من الستينات، وهو كان بيسمى بطلعة المحمل. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هقول لكم. في التوقيت ده مصر كانت منفردة بتصنيع كسوة الكعبة المشرفة، وكانت مصر بتوصلها في السعودية في موكب كبير جدا بيفضل يلف شوارع مصر كلها لمدة 3 أيام متواصلة. وطبعا كان كل المصريين بيخرجوا في الشوارع ويقفوا في البلكونات علشان يشوفوا العروض اللي بتكون مصاحبة للموكب ده. والموكب ده كان عبارة عن هودج محطوط على جمل، والجمل ده كان اسمه مبروك. وعلى فكرة الهيكل العظمي بتاع الجمل ده مازال موجود لحد دلوقتي في متحف الصيد اللي موجود في قصر محمد علي اللي في المنيل. وطبعا طالما بنتكلم عن عيد الأضحى يبقى لازم نتكلم عن الحج، بس استنوني في فيديو جاي ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم. بس عايزه اقول لكم برضو حاجه مهمه. كان معظم الناس ايام زمان في عيد الاضحى المبارك كانوا بيقضوا العيد في البيت، وفيهم اللي كان بيروح السينما، واللي كان بيقعد في البيت كان بيحب يقرأ المجلات والجرايد ويشوفوا صور النجوم فيها وهم بيحتفلوا بعيد الأضحى المبارك، وصورهم مع الخروف زي أم كلثوم مع الخروف، وسامية جمال، وسعاد حسني، وشكوكو، وصباح، وأحمد مظهر، وعبد الفتاح الأسري، الله يرحمهم جميعا. يا ترى العيد زمان كان أحلى ولا دلوقتي؟ هسيبكم بقى انتوا اللي تقولولي رأيكم في التعليقات. بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم، واستنوني في فيديوهات جاية كتيرة. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة حكايات وحكم وأمثال مع أم تسنيم، وكل سنة وانتوا طيبين، وإن شاء الله يكون عيد أضحى سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية في العالم أجمع. مع السلامة.